كتيره من اول باب اللوق لحد محطه صوت الحليم. كنا ماشيين واحد واحد، كنا برضه ساكتين ما بنقولش اي حاجه، ما بنعملش اي حاجه، بس عشان نعبر عن اعتراضنا على اللي حصل ده. خالد سعيد مات مقتول. والله احنا واقفين دلوقتي الوقفه بتاعتنا من الساعه 6:30 ل 7:30 هنا في طنطا، بنحتاج او بنبين اعتراضنا على اللي بيحصل لابناء البلد دي، لان ما ينفعش، احنا ما نستاهلش كده. يعني التعذيب والبهدله والاهانه اللي بتحصل على ايد الشرطه والداخليه لينا ما ينفعش تحصل للمصريين. احنا هنفضل لابسين اسود لغايه ما حاجه البلد تتعدل، لغايه ما على الاقل موضوع خالد سعيد مش الوقفه عشان خالد سعيد بس، كل ضحايا تعذيب اللي اتعذبوا في مصر كلها احنا واقفين عشان بس خالد سعيد خطف لغايه ما على الاقل ناخد حاجه بسيطه في موضوع خالد سعيد. مشاركتنا سلميه جدا، واقفين لابسين ملابس سوداء حدادا على حال مصر، حدادا على ضحايا التعذيب ومنهم خالد سعيد وغيره. الناس النهارده نازله متضامنه بتقول لوزير الداخليه ستوب، كفايه كده، اخطأت كتير في حق الشعب المصري، لم تقم بدورك المنوط ليك وهو حمايتنا، بل ارهبت الشعب، ارهبت الشباب المصري.